هو محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي المعروف باسم ابن بطوطة. هو مستكشف ورحالة مغربي وشخصية ذات أهمية تاريخية كبيرة، قطعت مذكراته شوطا طويلا في تقديم وصف واضح للعديد من البلدان التي زارها خلال حياته، حيث ما تزال كتبه حتى يومنا هذا تدرس من قبل طلاب التاريخ، وذلك لأن عددا قليلا جدا من الرحالة تمكنوا وصف تجاربهم بشكل واضح ومفهوم كما فعل. بدأ ابن بطوطة رحلته في استكشاف العالم في سن مبكرة، واستمر في السفر طوال حياته، وبكونه مستكشفا علميا ذهب إلى جميع البلدان التي كانت محكومة في إطار الإسلام تقريبا، وحضر محاكم بعض أشهر الملوك في العالم، وعاش مع السكان المحليين بقصد التعرف على ثقافة البلاد وعاداتها وتقاليدها. ولد ابن بطوطة في 25 فبراير عام 1304 بمدينة طنجة في المغرب، حيث كانت عائلته تضم علماء في القانون الذين خدموا كقضاة في ذلك الوقت. في عام 1326 قام ابن بطوطة البالغ من العمر 21 عاما بأول رحلة له، حيث كانت رحلة طويلة إلى مدينة مكة، ثم توجه إلى دمشق للتعلم من العلماء هناك. يعتبر كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الذي هو نتاج 30 عاما من السفر والترحال، من أهم أعماله، حيث قدم فيه رواية حية لرحلته عبر العالم الإسلامي في ذلك الوقت، والذي يتضمن وصفا حيويا للثقافة ونمط الحياة السائد في تلك المناطق التي زارها. حسب الروايات فإن ابن بطوطة قطع خلال رحلته ما يقارب 120 ألف كيلومتر، وزار ما يعادل اليوم 44 دولة حديثة. من أشهر أقوال ابن بطوطة: السفر يعطيك منزلا في آلاف الأماكن الغريبة، ثم يتركك غريبا في أرضك. من يعيش يرى، ومن يسافر يرى أكثر. في الوقت الذي كان فيه معظم التجار يسافرون حول العالم، كان ابن بطوطة يكسب عيشه من خلال السفر إلى بلدان مختلفة، حيث كان يحصل على دخل من خلال هدايا الحكام وكذلك من عمله كاتبا. بعد بقائه في مكة حتى عام 1330 سافر إلى مدينتي تعز وعدن في اليمن. في عام 1331 سافر ابن بطوطة إلى مقديشو في الصومال، التي كانت مدينة مزدهرة في ذلك الوقت تحت حكم أبي بكر بن عمر، وتوجه بعد ذلك إلى كل من مومباسا التي كان يحكمها سلطان كيلوا، حيث أشار في مذكراته إلى أن تخطيط المدينة في كيلوا كان متقدما جدا. أراد ابن بطوطة أن يتم توظيفه لدى السلطان محمد بن تغلق في سلطنة دلهي، ومن أجل الوصول إلى الهند ذهب أولا إلى الأناضول في عام 1332، وذلك في السنوات التي سبقت صعود الأتراك العثمانيين. في عام 1334 سافر إلى مدينة القسطنطينية الشهيرة، وحضر معه الملك الحاكم أندرونيكوس الثالث كجزء من الوفد المرافق للسلطان أوزبيك الذي أرسل إلى المدينة ليشهد ولادة حفيده، حيث كانت ابنة السلطان متزوجة من الإمبراطور الروماني. بعد رحلته إلى القسطنطينية بدأ رحلته التي طال انتظارها إلى الهند، حيث سلك طريق جبال هندوكوش، وهي سلسلة جبال في أفغانستان وشمال غرب باكستان، في شهر سبتمبر من عام 1334. وصل ابن بطوطة أخيرا إلى دلهي، وقدم نفسه إلى السلطان محمد بن تغلق ملك سلطنة دلهي. وفي الهند عين محمد بن تغلق ابن بطوطة قاضيا وخبيرا في الشريعة الإسلامية، لكنه ومع ذلك فقد شعر بخيبة أمل من الوضع في الهند، حيث كان من الصعب فرض قانون إسلامي في بلد تكون فيه أغلبية الأشخاص من غير المسلمين، وعمل هناك لمدة 6 سنوات. أثناء إقامته في الهند قبل عرض السلطان بلا تردد بأن يسافر إلى الصين ليكون سفيرا هناك، وخصوصا أنه سيوفر له فرصة الابتعاد عنه وزيارة بلدان جديدة في آن واحد. كانت آخر رحلاته إلى إسبانيا والسودان، ولا تزال روايات ابن بطوطة عن وقته في السودان التي وصل إليها عام 1352 واحدة من أفضل مصادر المعلومات عن إفريقيا منذ ذلك الوقت. وفي عام 1353 عاد ابن بطوطة إلى وطنه المغرب، وتولى العمل قاضيا هناك، كما تابع كتابة مذكراته، ويعتقد أنه بقي بعمله قاضيا حتى نهاية حياته.
ما زال الخلاف يسود سنة وفاة ابن بطوطة، فوفقا للمؤرخين فإنها قد تكون بين عامي 1368 و 1369، كما أن سبب الوفاة غير معروف حقا. وقد أثرت هذه الرحلات بشكل كبير على فهم العالم في زمنها، حيث ساهمت في توسيع آفاق الناس بشأن الأماكن البعيدة والثقافات المختلفة والعلاقات الدولية في تلك الفترة. تعتبر رحلات ابن بطوطة مصدراً ثميناً للمعرفة التاريخية والجغرافية والثقافية، ولا تزال دراستها محل اهتمام الباحثين والعلماء حتى اليوم.